انا كنت هكتفي النهارده ان انا انزل اللي هي الدخله بتاعت التمارين وكده على انستجرام بس حسيت ان انا الفيديو بتاع النهارده ده ممكن اعمله بشكل يفيد اي حد عنده اصابات عامه. يعني لانه اللي هو اللي زي ما بيقولوا عليه اللي هو الابروتش، يعني اللي هي دخلتي على بدايه ان انا اتمرن بعد العمليه، هيفتح لك سكك كده عشان انت ما تحسش بالعجز بسبب اصابه او بسبب ان انت عملت عمليه او بسبب اي حاجه بتحس بوجع في حته، ما يبقاش دي حاجه بتشيلك. فاهم؟ للناس اللي عامله العمليه بتاعت الجاينو اللي هي التسدي، انت بعد ما بتشيل الغدد نفسها، انا عملت الغدد وبرده كان في حتت حصل فيها زي ايه، يعني حتت مش قد حتت وبتاع، فالدكتور زي ظبطها يعني على اساس ان هي تبقى ايه يعني البنشين شبه بعض، ما يبقاش في حته داخله وحته خارجه وبتاع، ويبقى شكلها معمول بشكل تجميل يعني مظبوط. المهم عشان الجلد نفسه يرجع مكانه كده، فانت كل ما بتيجي تتحرك او تفتح ايديك او تفتح اللي هو صدرك او ترفع ايديك، بتحس ان المنطقه دي بتتشد كأن في حاجه بتتقطع، بس ده عادي جدا ما بيحصلش منه اي اصابه او مشكله او كده، عشان لسه الجلد بيحاول يلزق على العضله، لان في مسافه في النص بيحصل فيها زي اللي هي مش عارف الماده اسمها ايه كده، هي بتبقى ميه بس ليها اسم، يعني بصراحه مش عايز اقول الاسم علمي وكده عشان مبقاش غلطان. عقبال ما العضل يكبر والجلد يلزق، فدي بتحتاج وقت. بس ما ينفعش ان انت تفضل نايم ما بتعملش حاجه مستني الدنيا ترجع مكانها لا، ما ينفعش. النهارده يوم 20، انا عملت العمليه يوم واحد، ففات 20 يوم، انا فكيت الغرز يوم 10 مثلا حاجه كده، او 12 بعد العمليه، فاقول 10 تقريبا. فبعديها ب 10 ايام المفروض في دكاتره تقول لك ايه بعد ما تفك الغرز بتقعد 15 يوم ومش عارف ايه. الدكتور قال لي بص انت جاهز تعمل اي حاجه، بس انت لما تيجي تعمل اي حاجه هتتوجع، مش انت ما فيكش اي مشكله بس هتبقى بتتوجع، فشويه شويه. فكره شويه شويه دي ليه هقولها لك من الشكل الرياضي، مش بتكلم بالشكل اللي هو بتاع الدكاتره، الشكل الرياضي. المنطقه دي انت عملت فيها عمليه فيها كدمات وفيها يعني جسمك بيحاول او مخك بيحاول يخلي كل جسمك يساعد ان المنطقه دي تخف، وفي نفس الوقت انت ما بقتش تتمرن، فالخلايا العصبيه اللي موجوده هنا، انت كل ما بتحرك العضله خلايا عصبيه بتروح اكتر، فالعضله بتعرف تتحرك بشكل سلس اكتر، بيحصل لها استشفاء بشكل احسن. فانا ما ينفعش بقالي فتره او بعد العمليه الحته دي ضعيفه او الحته دي ما اتمرنتش وانا اروح داخل عليها داخله غشيمه، فلازم شويه شويه افهم مخي بس بشويه اطالات وبشويه تسخين قبل التمرين. بعرف مخي يبعت للمنطقه دي يعرفها ان انت داخل عليكي حركه جديده، هترجعي للي انت كنت بتعمليه قبل العمليه. وده اللي كنت بحاول اعمله بعد العمليه، وبعد ما بعد ما فكيت من قبل ما افك الغرز بسنه لحد ب3 ايام مثلا، لحد ما فكيت الغرز ولحد دلوقتي. ده اللي انا بحاول اعمله الفتره الجايه، بشوف انا اخري ايه، بمسك استك مثلا واشوف انا اخري ايه، بعرف اعملها ولا لا، بعرف افتح ايدي كده ولا لا. هو اكيد بعرف لان انا مش قاطع جلد ولا مخيط خياطه، مفيش الكلام ده، بس زي ما كنت بقول لك بعرف مخي بس اللي هو بقول لك يبص انا بعرف اعمل كده، ارجع تاني، المنطقه دي بتتحرك، انت معايا على الخط، انا برفع ايدي لفوق، الحته دي وقفت هنا بس حاسس بشد سنه، فاحاول ان انا ازق على نفسي سنه وارجع تاني شويه شويه. بعرف مخي اللي هو في هو مخك هو اللي بيخلي الحته دي تحس ايه ده، خلي بالك في وجع، عشان هو بيديلك انذار ان انت خلي بالك المنطقه دي لسه فيها محتاجه استشفاء، محتاجه ريكفري. فانت بتعرفه اللي هو لا انا بشوف اخري كمان وهمد كمان شويه، لا انت تمام انا بقدر اعملها. فمخك بيفهم يقول لك يقول لك جهازك العصبي كله لا المنطقه دي تمام اشتغل. كله هنا اول حاجه هنبدا بيها لازم تعملها عامه في كل تمارينك ان جنرال، التسخين عشان مخك يخلي مفاصلك بين العظم في المفاصل في الغضاريف يتفرز اللي هو السائل الزلالي، عشان يخلي العظم يعرف بس ان هو ايه، انا عايز هنا اللزوجه عشان احنا داخلين على تمرين. ايه الاطالات اللي انا محتاج اعملها؟ الاطالات كلها انت ما بتعملش مثلا كده وتفضل مثلا ماسك في الشجره كده عامل كده مثلا 10 15 ثانيه، لا ده بيبقى ده اللي انت بتعمله ده اسمه ستاتيك ستريتش، اللي هو انت بتعمل اطاله ثابته، دي مش مفيده للعضله، ممكن تجيب لك اصابه اصلا لو عملتها قبل التمرين، دي بتتعمل في الاخر. بس احنا في الاول محتاجين نعمل حاجات زي ايه، مثلا نفتح ايدينا كده ونرجعها مثلا 15 مره او 10 مرات مثلا، تعمل هتحس اللي هو كده سنه، فاهم؟ بترجع تقعد تعمل كده 15 مره، تحاول تعمل دايره لورا بدراعك، هتحس هنا في الموضوع كأنه حاجة غريبة، بس اللي هو ايه، كمل الدايرة بتاعتك
تخلي مخك يعرف ان لا، الدايره هنا بتشتغل حلو، انا عايز اظبطها. فهيساعدك وبتديله زي ايه، خد الاشاره دي عندك، انا عايز الف اللفه الكامله وترجع تاني، ترجعها تاني عادي. هتحس انها في وقت ما بتظبطش عادي. فاهم قصدي ايه؟ نفس الكلام الناحيه التانيه، انا بعمل الدايره بتاعتي لقدام 10 15 مره وارجع تاني 10 15 مره. انا النهارده هعمل ابر، يعني صدري، دراعاتي، كتفي، ظهري، ده الجزء العلوي هحاول امرنه النهارده. فصدري هو مش صدري بس، صدري مربوط لان العمليه كانت دخلت فيه حاجه هنا، الدكتور دخلها عشان يظبط الشكل من هنا ومن تحت صدري ومن الدايره نفسها. انا محتاج اعمل ايه تماريني، بس انت محتاج تجيب الكيبلز بتاعتك من تحت او بالاستيك تجيب، او بالدمبل تجيبها من تحت ان شاء الله بدمبل 5. احنا عايزين نخلي مخنا بس يبتدي يفهم ان الموشن ده او الحركه دي جايه لك، احنا مريحينها بس انا بوصل له الحته دي هتبتدي تشتغل تاني. فاهم؟ مش هدفي ان انا اتغاشم، انا هدفي ان انا بفهم مخي ان انا راجع، انا في حاله ريكفري، انا في الريهاب، انا اللي هو فاهم، بعد العمليه انا راجع. هعمل بنش فلات، هعمل بنش عالي ان شاء الله ب10، بقول لك هعمل ضغط، هعمل شويه سحب، هعمل شويه سحب واسع، هعمل رفرفه، كانها تمرينه عاديه جدا للابر او اللي هو الجزء العلوي من جسمك. انا عامل الفيديو ده عشان اطمنك واقول لك التركات البسيطه دي، عشان انت ممكن تاخد الكلام اللي انا بقوله ده وتظبط بعد كده. هتحس باحساس غريب جدا لما تيجي تلبس تيشرت مثلا من غير الكرسي على المنطقه نفسها كانها منمله، فهيبقى فيها تنميله، تيجي تلمسها كده تحس ان في حتت انت لسه مش حاسسها، لان هي لسه هي عمليه برضو مهما حصل. فاهم؟ بس كده انا هروح بقى عشان اتمرن. انا قلت لكم كده الخلاصه عشان مبقاش بدات حاجه، لان انا لقيت ناس كتير قوي بتبعت لي عامله برضو العمليه او لسه بجد كانوا عاملينها، مثلا ده انا لسه عاملها الاسبوع اللي فات، اللي هو بصراحه مبسوط ان احنا حتى في الحاجات اللي هي اللي فيها عمليات او مشاكل او زراعه او جاينو او كده مع بعضينا. فيعني حلو قوي ان الرجاله بيتكلموا في الحاجات دي مع بعض، بدل ما كل حاجه تقول لك يا معلم لا 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 دي منطقه ما تتكلمش عليها، ده في فورم بنت كلب ومحدش بيجيب سيره فاكر ان هو كده. فاهم؟ لا انا مولود اصلا ممتاز كده. فاهم؟ لا، لو عندك حاجه عامله لك مشكله موقفاك مخليك مش مرتاح، شيلها من الطريق. المهم تبقى هنا خلاص، انا عارف ان انا هشيل دي من الطريق وبعد كده خلاص. المهم شكرا قوي يا جماعه ان انتوا اتفرجتوا، ان شاء الله الفيديو بالنسبه لكم يكون لذيذ ومفيد، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.